اللي يخلي ده يرمي كبسة بلبن في الزبالة، ويخلي ده كمان يرمي كبسة بلبن في الزبالة؟ وليه في ناس كتير قوي بقى بتقول ان كبسة بلبن وحشة ومصيرها الزبالة؟ نحكي بقى ليه انا جايب اوردرين. هقول لك، انا صاحبي جاب لي الاوردر ده، حسيت ان هو يعني ايه متظبط زيادة عن اللزوم شوية، فانا حسيت هنا كده ان هم عرفوه، بس قلت ما ينفعش اطلع ارمي الناس بالباطل واقول عليهم ان هم عرفوه اوردر تصوير وهو حاجتهم تترمي. فطلبت اوردر تاني ديليفري عشان يبقى ايه ولا انا في الصوره، لان هو اللي راح جاب الحاجه وانا مش معاه. ده الاوردر الدليفري وده الاوردر التاني اللي جه. ده شكل الاوردرين في الميزان فرق ما بينهم 20 جرام، حاجه لا تذكر يعني. فانا شايف ان الاتنين ما فيهمش فرق، الاتنين يعني اعتقد نفس الكميه بتاعت الرز بتاعهم وصوص الموز ده. شايف يعني ايه ان الاختلاف بسيط، اختلاف يعني عادي. فيلا ندوق بس الاول ونكمل. ندوق اول واحد احنا جبناه، وهتحس بس ايه المفروض دي كده البيستاشيو والكيكه والشوكليت والرز. بسم الله. للامانه وانا مش عايز اقول كده بس ضميري يحتم عليا، بصراحه ما ترميش في الزباله. وده مش معناه الناس دي كدابه، لو دخلت عندي هتلاقيني انا اول ناس قلت رايي بصراحه في بلبن من اول المسحب خالص. انا قلت رايي وليا 10 فيديوهات حوالي على القناه فيهم اختلافات كتير، من اولهم الهرم اللي كان فيه اختلافات ما بين التصوير وما بين الواقع. فالناس دي صادقه، لان ساعات بلبن يعني من ضغط الشغل واللي يخلي الاوردر ده طالع سليم اللي ما كانش فيه هناك في الاوردر هو بيطلب غير 5. لما ساعات بلبن بيبقى عليه ضغط شغل جامد، الاوردر بيبقى فيها يعني ايه تصلقه كده شويه. بس بامانه كل طبقه باينه. بس طبعا في التصوير نقول بقى السلبيات في التصوير، الشوكولاته بتبقى اكتر من كده شويه، الرز ده قليل شويه عن كده، طعمه كويس بس النوتيلا بتاعتهم مش عارف ده يعني عموما في النوتيلا كلها لا، بس انا مش من عشاق الشوكولاته، بتبقى مسكره قوي. فهو السكر بتاعها ده ممكن يجزعك شويه لو انت ما بتحبش السكر، بس هي السكر بتاعها باين قوي، يعني تحس تاكل حاجه مسكره. مش انت مش بتاع السكريات، الاختراع ده مش هيجي معاك. لو انت في السكريات عادي ده معاك. انا من الناس اللي يعني ايه مش من عشاق السكريات، انما اللي بيصورنا دلوقتي ده اللي بيضحك دلوقتي ده من عشاق السكريات، فبالنسبه له البتاع ده بوم. انا بالنسبه لي السكر مش كده، يعني انا ممكن لو اطلبه من غير نوتيلا عشان يشوف. ندوق بقى من التاني برضو نفس الطبقات. بسم الله. للامانه الاتنين زي بعض، واعتقد زي ما يعني بنسبه يعني بسيطه زي ما بيطلع في التصوير. طبعا صوص البيستاشيو قليل شويه برضو عادي، بس طعمه باين بصراحه. هي زي ما قلت لك مالكش في السكريات، النوتيلا دي سكرها معرفش ده في العادي ولا لا، لان مش من عشاق الشوكولاته قوي عالي. فهي لو انت مالكش في السكريات زي ما انا قلت مش هينفعك بالنوتيلا اللي عليه. ليك في السكريات زي الراجل اللي هيضحك دلوقتي برضه التاني، وليك في السكريات بتاع ده جامد قوي ليك زي حالتي كده راجل محترم وغلبان مالكش في السكريات ابعد. وبعد خلي بالك السكريات بتطخن ماشي، عشان كده شايفنا جسم رياضي وخلاص التيشيرت مش بيبين الكرش. كان معكم عبد الرحمن الجبري، على السلامه.